مستمرين معكم اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الرياضيه الجميله. اليوم الامانه الاستديو منور، ودائما هو منور، ولكن اليوم النور اكثر مع بطل من ابطال جوجيتسو، يعني ما شاء الله صغيرون، عسى الله يحفظه ويخليه حق اهله. وللامانه سعدت جدا لما شفت معلق الذهبيه، يعني هو دائما بطل محمد الراشد. قوه، شلونك؟ شخبارك؟ الله يحفظك يا رب، ان شاء الله يكون صوته واصل. كابتن فوزان السابج، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله وسعيدين جدا يعافيكم. بوجودك. احنا سعد ومتشرفين بتواجدنا معاكم. الله يحفظكم يا رب ان شاء الله. إذا احنا يعني مع لعبة الجوجيتسو اليوم ومع بطل من أبطال الكويت في هالعمر الصغير، نقول للمشاهدين هذا بطلنا الكويتي صاحب الذهبية وأصغر يمكن عمر موجود. فخورين جدا في لاعبين الكويتيين في أعمارهم المختلفة، ولكن اليوم مثل ما قال عبد الله يعني هذه الحلقة مميزة ببطلنا محمد الراشد، يعطيه الصحة والعافية. محمد بس لا تعلي صوتك شوية وتقول لي شلون اللعبة معاك، شلون تعلمتها، تحب الجوجيتسو ولا تحب لعبة ثانية معاها بعد؟ لا بس يعني في ألعاب بعد أحبها، بس الجوجيتسو أكثر لعبة يعني. ليش تحب الجوجيتسو؟ شنو فيها مميز؟ قوية عشان قوية وتصير قوي؟ لا، لأنها لعبة دفاع عن النفس وبعد ساعدة كابتن. ومنو كان يدربك؟ أول واحد دربنا كوتش فوزان. يا سلام. نعم. شلون البطولة الأخيرة كانت سهلة عليك ولا صعبة محمد؟ لا، صعبة. وفزت على منو؟ أول واحد لعبت معاه برازيلي. ما شاء الله. فزت عليه 5-3. ما شاء الله. والثاني روسي، فزت عليه 7-3. الله ما شاء الله ما شاء الله، عليك. عسى الله يحفظك يا رب ويخليك ويقويك ان شاء الله، ونشوف كل عيال الكويت مثلك ابطال ويتوجون في الذهب، ودائما يرفعون علم الكويت في جميع المحافل. الكابتن، يعني شلون شفت البطوله بشكل عام، وشلون شايف محمد، وش معنى اخترته هو يروح هذه البطوله؟ طبعا البطولة هذه على مستوى العالم تعتبر من أقوى البطولات. كان فيها 5000 مشارك من 55 دولة. كانت البطولة على مدى 9 أيام. محمد كان معه يمكن فوق 16 أو 17 واحد من عمره. ما شاء الله. احنا جبنا كتوتال 18 ميدالية، منهم 7 ذهبيات وذهبية محمد.